ايه نوعية الاكل اللي ساعدتني بشكل كبير جدا في تحسين الذاكرة والتركيز؟ في الحقيقة هم 10 انواع لما انا انتظمت عليهم فرقوا معايا بشكل كبير جدا في ان ذاكرتي تكون احسن وتركيزي يكون افضل. فعشان اساعدك انك تفتكر ال10 انواع دي ممكن نستخدم نظام من انظمة الذاكرة اللي هو اسمه قائمة الجسد. الفكرة في النظام دي ان احنا بنربط حاجة احنا عارفينها، اللي هي طبعا كل واحد فينا عارف الاعضاء بتاعة الجسم بتاعه، بمعلومة جديدة اللي هي في الحالة بتاعتنا دي ل10 انواع من التغذية. اول حاجة نتفق على ال10 اعضاء من الجسم اللي احنا نستخدمهم عشان نحفظ المعلومات دي. اول عضو بالنسبة لي اللي هو اعلى الرأس، تاني عضو اللي هو الانف، تالت عضو اللي هو الاذنين، رابع عضو اللي هو الفم، خامس عضو اللي هو الزور، سادس عضو اللي هو الكتاف، سابع عضو اللي هو منطقة الصدر، تامن عضو اللي هو المعدة، التاسع اللي هو الجنب اليمين، والعاشر اللي هي الرجل. في الاماكن دي مهم ان انت تبقى حافظ الليسته دي وعارفها، لان هي دي اللي هنستخدمها في ان احنا نحفظ عليها المعلومات الجديده. طبعا احنا الخطوه الثانيه بقى بعد ما حددنا الاعضاء بتاعه الجسم ان احنا كل حاجه من النوع الغذائيه اللي انا هقوله دلوقتي ده نحوله لصوره، ونحط الصوره دي بشكل مبالغ فيه بجانب العضو اللي احنا هنحفظ عليه المعلومه دي. اول حاجه من انواع التغذيه دي بالنسبه لي اللي هو كان الافوكاتو، لان الافوكاتو ده مصدر صحي للدهون اللي هي المخ بيحتاجها. فهتخيل بقى كده يعني حبايه افوكاتو كبيره كده محطوطه فوق دماغي، وممكن مثلا يكون ليها ايدين ورجلين، كل ما الخيال يكون مبالغ فيه كل ما يبقى اسهل ان انا احفظها. تاني حاجه اللي هو البلو بيري او التوت الازرق. فبالتالي انا فاكر طبعا تاني عضو اللي هو الانف، فتخيل بقى يعني من الانف كده طلع كميات كبيره من البلو بيري. تالت حاجه زيت الزيتون. هتخيل برضو ان زيت الزيتون طلع من تالت عضو اللي هو الاذن، يعني بشلالات كده طلع من الاذن بتاعتي. رابع نوع اللي هو البروكلي. البروكلي طبعا من الحاجات المفيده جدا للذاكره والتركيز، وهربطه بقى برابع عضو عندي اللي هو الفم. تخيل بقى ان في قطعه بروكلي كبيره كده داخله في البق بتاعي ومنتشره في كل مكان. خامس نوع اللي هو البيض، وعندي هربطه بقى بين الزور. تخيل بقى بدل الزور بتاعي ما يكون فيه تفاحه ادم ما يكون فيه بيضه. سادس نوع اللي هي الخضروات الورقيه زي السبانخ، زي الكرنب اللي هو بيتعمل سلطه، والحاجات اللي هي من النوعيه دي او من الفئه دي. فبالتالي انا عندي سادس عضو اللي هو الكتف. فتخيل بقى كل كتف كده محطوط عليه شجره، والشجره بقى طالع منها الاوراق الخضراء دي. سابع نوع اللي هو المكسرات، وخصوصا عين الجمل. لو انت كده فكرت في عين الجمل هتلاقي شكلها شبه شكل المخ شويه، وبالصدفه هي برضو مفيده للمخ. وانا بالنسبه لي سابع عضو طبعا اللي هو كان المنطقه دي بتاعت الصدر. تخيل بقى ان فتحت صدري كده ولقيت جواه بقى عين جمليه كبيره قوي بدل القلب. تامن نوع اللي هي الحاجات اللي ممكن تبقى من مصادر اوميجا 3، اللي هو زي السلمون مثلا وزي الماكريل. ممكن السلمون يكون دلوقتي غالي نسبيا، فممكن تستبدله بالماكريل. وبالتالي بقى اللي هو تامن عضو بالنسبه لي اللي هو كان المعده. تخيل بقى المعده بتاعتي كده ايه، طلع منها سمك، او جوه معدتي بقى في سمك عمال يجري ورا بعضه زي السلمون والماكريل. تسع نوع اللي هو الكركم. الكركم ده احنا عارفينه طبعا من التوابل، ومتخيلين شكله اللي هو لونه اصفر، ولما يتحط بقى على حاجات زي الرز والحاجات اللي نستخدمه في التوابل بشكل عام او في التتبيلات يعني بشكل عام، ده بيساعدنا بشكل كبير جدا ان الذاكره والمخ يكونوا افضل واحسن. وانا بالنسبه لي تسع عضو اللي هو الجنب اليمين. اتخيل بقى ان الجنب اليمين كله كده مدهون اصفر اللي هو اللون بتاع الكركم ده، وفي كميات كبيره قوي منه موجوده على الجنب اليمين. عاشر حاجه واخر حاجه اللي هي الشوكولاته الغامقه. وانا بالنسبه لي طبعا اخر عضو اللي هو كان الرجل. فتخيل بقى رجلي مليانه شوكولاته وغرقانه شوكولاته، وان انا يعني كل ما احط ايدي على رجلي كده تطلع لونها اسود من الشوكولاته دي. بالتالي دلوقتي لو انا سالتك مثلا ايه اللي كان موجود في الزور، هتفتكر ان هو البيضه اللي هي بدل تفاحه ادم، فتعرف ان البيض من الحاجات المفيده للمخ والذاكره. طب ايه اللي كان في الاذن؟ هتفتكر بقى زيت الزيتون اللي هو كان طالع شلالات، وتعرف ان هو ده من ضمن الاغذيه المهمه للتركيز والذاكره. وهكذا بقى. فبالتالي لما تيجي تروح حاجه مثلا زي السوبر ماركت، هتفتكر بقى الحاجات ال10 اللي انت خزنتهم على قائمه الجسد بتاعتك، وتقدر تشتريهم من غير ما تكون محتاج انك تكتبهم ولا تنساهم ولا تجيب حاجه غيرهم. شاركنا كده في التعليقات ايه من الحاجات اللي احنا قلناها دي انت بتواظب عليها او مستمر عليها في الاكل بتاعك، وايه الحاجه اللي انت ناوي تنتظم عليها في المستقبل.